فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. أولا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الشيوخ الكرام. نحن سعداء بتشريفكم، فأهلا بكم ونحن نفتخر بمجيئكم. مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها بكل حب واحترام، محبة مع الاحترام، ونستقبلكم. ويا إخواننا، مع أنكم بعيدون من حيث المكان والرقبة، ولكن نحن وأنتم كلهم مؤمنون، فإن الإسلام هو الدين الذي يجمعنا ويجعلنا كجسد واحد، كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عدوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا أحبار الإسلام والمسلمين، نحن جنود الإسلام، ودفعنا في الماضي عن بلادنا وأهلنا بقدر الاستطاعة، فقد هانت أعداء الإسلام وعملاءهم وكسرت هيبتها بنصرة الله. الآن تقع على عاتقتنا مسؤولية بناء النظام الإسلام. هذه مسؤولية جميع علماء الإسلام، لأن انتصار هذا النظام الإسلام هو انتصار المسلمين. وهزيمته واحدة، لأننا رفعنا دعوى النظام الإسلامية، ولكن مجيئكم إلى هنا هو لأنكم سعداء بنجاحنا وتحزنون بهزيمتنا. لذلك نحن نسمع منكم، ولكن أولا أريد أن أقول شيئا عن وزارتنا، وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن عظيم في الإسلام وفي نظام الإسلامية، لأنه قال عز وجل في كلام العظيم: كنتم خير أمة. أي أمة مختارة وممتازة ومقبولة، لأنهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنتم شيوخنا وأنتم العارفين في الأمم الإسلامية،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد الفتح جاء الكثير من الإصلاحات في المجتمع، وكل هذا لم يتم بالضرب ولا بالإجبار على أحد بل بالنصيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا فلمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الاحتلال الذي دام 20 عاما لقد أفسح المجال للعديد من المنكرات. أقول لكم بعض الأمثلة والنظائر. لم يكن هناك الحجاب في الأسواق أيها الشيوخ والضيوف الكرام. لم يكن هناك الحجاب في الأسواق، وكان هناك استعمال المخدرات بصغيره وكبيره إلى 4 مليون، خصوصا الخمور والخمر والأفيون وأقراص السكران. وكان هناك المخدرات في الحدائق، وكان هناك الاختلاط ذكورا وأناثا، وإهمال الحجاب، ورقص الفتيات للرجال مع الرجال، والموسيقى في صالات الأفراح. وكان كثيرا من السحرة التي دمرت بيوت الناس بالسحر بين الزوج والزوج وبين المسلمين، وسبب التخريب الديار. والآن بفضل الله انتهت جميع هذه المنكرات بفضل الله، من حيث لا يحتسب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وآخرا مرحبا بكم أيها الشيوخ الكرام. ثانيا أهلا وسهلا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين.